اولا ازيكم يا شباب، اتمنى الجميع يكون بخير. فيديو جديد من سلسلة كل يوم معلومة عن ايطاليا. السؤال اللي جالي النهارده هو سؤال بسيط، بيسألني بيقول لي ايه هو الكوديش فيسكالي. الكوديش فيسكالي، بدل انت سألت السؤال دوت معناها اللي انت لسه ما جيتش ايطاليا، او انت لسه جاي ايطاليا، او انت عايش بره ايطاليا. لان انت لو عايش في ايطاليا نفسها عارف كويس يعني ايه الكوديش فيسكالي. الكوديش فيسكالي دوت يعتبر اهم رقم انت بتاخده هنا في ايطاليا، اللي هو بيسموه رقم التعريف الضريبي. يعني عشان الموضوع يبقى اسهل اكتر، زي مثلا عندنا مثلا في مصر رقم الضمان الاجتماعي. الرقم دوت بيبقى مختلف ما بين كل شخص والتاني، عمره ما بيبقى فيه شخصين ليهم نفس الرقم، لان هم لما عشان يعملوه بياخدوا اول 3 حروف منك، اول 3 حروف من اسمك، اول 3 حروف من اسم العيله، الجنس بتاعك، تاريخ الميلاد، وبيحطوا ده كله مع بعض وبيعملوا رقم. الرقم ده بتستخدمه في ايه بقى؟ بتستخدمه في كل حاجه في ايطاليا. بتستخدمه لما تيجي تعمل عقد، بتستخدمه في الشغل، بتستخدمه لما تيجي تعمل حساب بنكي، بتستخدمه عند الدكتور لان هو الجانب الاساسي عشان الضمان الصحي. وانا اسمي ايمن، والقناه بتاعتي اسمها ايمن فلوج. تشاو.